تعالوا نشوف تصرف شيكابالا بعد فوز الاهلي على الزمالك 2-0 وان النادي الاهلي اخد كاس مصر. تعالوا نشوف عمل ايه شيكابالا. راح قدام جمهور النادي الاهلي وعمل كده. طيب يعني ايه معناها الحركة دي؟ لو مش عارف معناها انا اقولك. محمود يا خطيب فوق، كل ده مش هينسي الناس موضوع الساعات. قصدك كده يا شيكا ولا مش كده؟ والحركة دي يا شيكا معناها ايه؟ تقصد بيها فلوس ترك مثلا؟ وان الاهلي يروح نهائي كاس مصر في السعودية عشان فلوس ترك؟ طب انت رحت ليه يا شيكا؟ ها؟ رحت ليه؟ ما تعتذر عن الماتش ده. ما الاعتذار عن المسؤولية والماتشات الكبيرة مش جديدة عليك. ما ياما اعتذرت يا شيكا عن ماتشات المنتخب علشان المسؤولية بتاعت المنتخب، والكابتن حسن شحاتة بنفسه يشهد على الكلام ده. فعادي يعني لما تعتذر وتقول مش رايح علشان انا مش للبيع ومش هاخد فلوس والكلام ده، وعادي جمهور الزمالك هيسقف لك وهيعتبروك شهيد كمان. ولا يكون قصدك يا شيكا بالحركة دي ان الاهلي بيكسب برشاوي الحكام وانه بيدفع فلوس علشان ياخد بطولات؟ كده هتبقى بتهرج رسمي يا شيكا. عارف ليه؟ علشان كل بطولات الاهلي دي لو كان واخدها بالفلوس كان النادي الاهلي فلس من زمان وما تبقاش معاه ولا مليم ولا حيلته يدفع للعيبه ولا اللي فاتوا ولا اللي بيلعبوا. وبقى كده عند الاهلي مشكله انه مش قادر يدفع المرتبات، وانه ناس كتير رافعين عليه قواضي علشان مش واخدين حقهم. ما هو طبعا ما هو مضيع كل فلوسه على البطولات، هيدفع للرشاوي يعني للحكام ولا هيدفع يعني للعيبه مستحقاتهم؟ ده مفيش ولا لاعب يا شيكا قال نص كلمه على النادي الاهلي في موضوع المستحقات. وبعدين انا عايز اعرف ماله بقى حكم ماتش ده كمان؟ ده ما كانش بيعدي الهفوه ولا للاهلي ولا للزمالك، وجون امام عاشور مش اوفسايد ولا حاجه، وكذا حكم دولي طلع وقال ان الجون ده صحيح ومفيهوش مشكله. وبعدين الاهلي ما كسبش 1-0، لا ده كسب 2-0. انتوا ناسيين القضيه بتاعت قفشه ولا ايه؟ لا مش بتاعت التاسعه، بتاعت امبارح. ده بالنسبه للحركات اللي عملها شيكا. تعالوا بقى نتناقش في سلوكه. ده سلوك كابتن لنادي كبير؟ في كابتن عنده مسؤوليه نادي ولاعيبه، كابتن فريق يعمل الحركات دي؟ بلاش كابتن، في اسطوره يعمل الكلام ده يا اسطوره. الاسطوره يبقى اسطوره بتاريخه واخلاقه مش بالحركات والكلام. بصراحه يا شيكا انا شايفه انك عملت الحركتين دول علشان تغلوش على ادائك اللي كان زي الزفت، ونزولك للماتش ما عملش اي تغيير وما كانش ليه لازمه، وان زيزو وهو مكانك وكان موجود في الماتش كان مؤثر اكتر منك بكتير. فقلت انت بقى ما بدهاش طالما الاداء كده، اعمل بقى الحركتين بتوعي اللي بسير بيهم الجدل وبتقرب اكتر من الاداره ومن الجماهير، وهو حاجه اعملها تفرحهم وتبرد نار الخساره بما اني ما قدرتش افرحهم بالمكسب، وخصوصا ان هم لسه مجددين عقدك علشان يجاملوك. ولو انت فاكر حاجة تانية غير كده هتبقى بتضحك على نفسك يا شيكا. انت خلاص شطبت يا عالمي. ومحدش بقى يفتح اسطوانة ان شيكابالا عمل كده علشان جمهور الاهلي استفزه. ما هو امام عاشور طول الماتش كان جمهور الزمالك بيستفزه لدرجة انه فقد تركيزه طول الماتش، ورجع بس اخر ربع ساعة لما نزل قفشة فوقه. امام بقى ساعتها عمل ايه؟ رد في الملعب، ما قعدش يلقح زي ولا بلاش احسن، ولا راح ناحية الجمهور ولا عمل حركتين، مع ان دي ما كانتش اخلاق امام عاشور لما كان في نادي الزمالك خالص. كلنا عارفين اخلاق امام عاشور لما كان في نادي الزمالك كانت عامله ازاي، والفيديوهات موجوده في كل حته. دول كمان الزملكاويه مبسوطين بيها قوي وفخورين وبيشيروها وبيقولوا شوفوا كان بيقولوا على رموز الاهلي ايه وجماهيره ايه، فرحانين بالكلام ده معرفش ازاي، مع انه هو يدين النادي اكتر ما يدين امام نفسه. ما علينا بالكلام ده. امام عمل ايه بقى؟ امام رد في الملعب زي الرجاله بالجون والاسيست اللي عمله واللي كانوا المكسب. ومش بس كده، اخد مان اوف ذا ماتش رجل المباراه في ماتش الاهلي والزمالك. ما راحش بقى للجماهير وقعد يلقح بالكلام. بص شوف يا شيكا مان بيعمل ايه، وحاول يمكن تتعلم حاجه، ومش عيب على فكره انك تتعلم حتى لو من الاصغر منك. ولحد هنا وكلامي خلص عن شيكا.
الكلام اللي جاي لإدارة نادي الزمالك. نفسي أشوف إدارة نادي الزمالك بتنزل عقاب على لاعب غلط في نادي تاني أو غلط في جمهوره. أي سلوك خطأ لازم ليه عقاب عشان ما يتكررش تاني، ولا منه ولا من أي لاعب تاني. بالمنظر ده الغلط هيبقى عادي ومتاح في النادي. الفترة اللي فاتت كانت حركة حلوة جدا إن إدارة نادي الزمالك توجه دعوة للنادي الأهلي وزيارة الكابتن محمود الخطيب لنادي الزمالك. أتمنى ما تبقاش شو خلاص. وبعد كل المجهود اللي عملوه الناديين من زيارات واتفاقات، يجي لاعب زي شيكابالا ويهد كل ده. لازم الإدارة تثبت ده بالأفعال، ما يبقاش كلام وخلاص. ولازم نشوف رد فعل على شيكابالا علشان بعد كده ما تبقاش الطريقة الوحيدة انك تتقرب من جماهير نادي الزمالك وإدارة نادي الزمالك مش انك تعمل انجاز او بطولات او تجيب اجوان للنادي. عايز تتقرب بجد من نادي الزمالك ومن ادارته ومن جمهوره، لازم تغلط في النادي الاهلي وتستفز جماهيره، واحنا هنعدي لك اي حاجه حتى لو كنت بتلعب وحش وحتى لو ما جبتش بطولات. للاسف مش هو ده النجاح، وعمر النادي ما هيجي لقدام لو كان بيفكر بالطريقه دي. يا ترى بقى الفترة اللي جاية هنشوف عقوبة لشيكابالا من جوه نادي الزمالك، ولا الموضوع ده هيعدي مرور الكرام زي ما حاجات كتير قوي عدت قبل كده مرور الكرام؟ ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة. وده آخر الكلام، سلام.